السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاطمه زهره. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تشيز كيك الاوريو بدون جيلاتين. كتجي لذيذه وكتبقى قابطه في راسها مده طويله. نتمنى انها تنال اعجابكم. نمروا بسم الله على بركه الله للمكونات. في المكونات عندي 8 الباكيات من البسكوي اوريو، 250 ملي من الكريمه، واحد ظرف دريمويب اولا نص العلبه نتاع بودرة الشانتي ايديال أو 50 غرام. عندي فيلادلفيا جبن كريمي أو أي نوع جبن كامل الدسم 200 غرام. وعندي الفانيلا ملعقة صغيرة، ملعقة كبيرة من سكر غلاس و100 غرام من الزبدة. هنا أخواتي البسكوي خليته بالكريمة نتاعو، طحنته يعني في الطحان حتى كيولي عندنا بهذا الشكل هذا. انا تنخليه شويه هكا مهرمش، قطع يعني مهرمشه. بالنسبه للزبده اخواتي 100 غرام في 8 الباكيات. ضروري تكون نوع جيد سبيسيال، يعني ما نديروش المارغرين، ما كتعطيناش ديك النكهه اللي تكون لذيذه. بالنسبه للقالب ضروري يكون تاع التشيز كيك اللي كتحل من الجوانب، ويكون القطر نتاعو صغير باش ان هاد التشيز كيك هذه تجينا شويه طالعه. هنا غادي ناخذ البسكوي وغادي نسطحو كيف ما تشوفوا معايا بالملعقه بهذا الشكل هذا. غادي نخليه على جنب، ما غاديش ندخلو للثلاجه او للفرن، فقط على جنب حتى نكمل الكريمه اللي عندي كامله، وغادي ندخلو مره واحده للمجمد. هنا في البول غادي نوضع 200 غرام تاع الجبن الكريمي. انا خديت فيلادلفيا كامل الدسم بدرجه حراره المطبخ، يكون ضروري بدرجه حراره المطبخ، اي نطلعوه قبل بوقت من الثلاجه. عندي الفانيلا ملعقه صغيره، وكذلك عندنا سكر غلاس ملعقه كبيره، لان عندي الكريمه سائله حلوه، فاذا ما كانتش حلوه كنضيفوا ملعقتين زياده. هنا كيف ما تشوفوا معايا عطيتهم لفه بالخلاط، وغادي نضيف عليهم 250 ملي من الكريمه السائله، وغادي نطلع هادشي كامل ميمونطي، يعني يكون نص تطليع. تبقى عندي الكريمه كيف ما شفتوا معايا خفيفه، ما كتكونش طالعه عندنا شونتي. غادي نوضع الظرف نتاع دريمويب، هذا هو اللي كيعطينا الدور نتاع الجيلاتين وكيقبط لينا هاد الكريمه هذه اولا هاد التشيز كيك، ما كيخليهاش كتنزل. يعني ضروري اننا نوضعوا بودره الشانتي اولا كيف ما ذكرت العلبه نتاع ايديا نصها. هنا كيف ما تشوفوا معايا كملت التطلع نتاع الكريمه حتى كتوقف كتولي بهذا الشكل هذا. هنا خديت اخواتي 2 علبه من البسكوي، غير 8 العلب، سمحوا لي ما صورتهمش. غادي نكسروهم فقط بالايد هكا عشوائي ونضيفوهم على الكريمه. كيف ما تشوفوا معايا الكريمه كتكون خفيفه، كتجي لذيذه هاد الكريمه بزاف. غادي نخلطهم مع بعضياتهم كيف ما شفتوا معايا، ونوضع الكل على هاد البسكوي هذا. كيف ما ذكرت اخواتي ضروري الجبن يكون بدرجه حراره المطبخ باش ما يعطيناش واحد الحبيبات نتاع الجبن. يعني الا كان من الثلاجه كنخدموا به راه ما كتجيش الكريمه بحال هكا ناجحه. المهم نتمنى ان اخواتي تشوفوا لا فيديو وتتبعوا المراحل كامله. هنا كيف ما تشوفوا معايا فقط بالملعقه غادي نسطح هاد الكريمه ونخبطوا القالب على البلون طرافاي باش تقاد عندنا الكريمه كامله، وكذلك الجوانب من بعد، يعني نقادو وننظفوا الجوانب. غادي ندخلوها للمجمد مده من 3 ساعات حتى ل 4 ساعات. انا درت الكريم شونتي اولا الكريمه السائله، طلعتها درتها في الجوانب على شكل وريضات. وبالنسبه للتزيين انا هنايا استخدمت الفواكه، استخدمت الخوخ المعلب، كذلك الفراوله اولا الفريز، الكيوي، البلوبيري اولا الميرسيل. اللي بغيتو ممكن تاخذوا اخواتي فقط البسكويت تاع اوريو تزولوا ليه الكريمه، طحنوه في الخلاط يعني طحنوه مزيان، وتاخذوا صفايه نتاع القهوه اولا اي
صفايا غربال اللي متوفر، ونديروه من الفوق على الكيك نتاعنا اولا التشيز كيك نتاعنا كتزيين سهل وبسيط. اذا ما بغيتوش انكم يعني تديروا نفس التزيين تاعي، يعني هذا كتزيين غير. هنا باش نعرف بالتشيز كيك نتاعنا بالاوريو، درت ميني اوريو حبات صغار. كان هذا هو الشكل النهائي نتاع هاد التشيز كيك اللي كانت بدون جيلاتين. كيف ما شفتوا معايا سهله، مكونات ان شاء الله تكون في متناول الجميع. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. الى اللقاء في فيديو من فيديوهاتي.